السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هعمل معاكم الحاجات بتاع الشهر اللي انا اشتريتها، من مكرونة ورز وشعرية لسان عصفور وكده. دي طبعا زي ما انتوا شايفين، انا كنت شارية 3 اكياس شعرية. دي البطرمانات اللي كنت شارياها في مشتريات الحاجات المنزلية اللي انتوا شفتوها مع المشتريات برضو. غسلتهم طبعا عشان جايين من محل عليهم تراب، حد ماسكهم. هما كانوا مغلفين بكيس بس غسلتهم ونشفتهم كويس وحطيتهم كمان يتهووا عشان لما احط فيهم الحاجة ما يبقاش ليها ريحة او ما تبصش. طبعا انا ليه بقى البطرمانات دي الواحد بيجيبها وبيستخدمها؟ يعني انا حبيت فكرتها لما شفتها على اليوتيوب. انا كنت بحط مثلا الحاجات دي في التربو وبستخدمها، والكيس مثلا اخد منه لما يفضل اقفله كويس واربطه بحاجة او بمشبك واحطه. بس لقيت ان احيانا ممكن اتزنق والاقي ان انا استخدمت وبس اخر كيس وانا مش واخده بالي ان انا ما عنديش. البطرمانات دي بقى لما تيجي تفضي فيها اول باول او لما تحسي ان هي خلاص قربت تخلص، تكوني سايبه عندك في الاحتياطي اكياس مثلا مقفوله، كيس او اتنين، تبقي عارفه ان انت هتحتاجي عشان لما تيجي ما تتزنقيش وتتفاجئي ان انت ما عندكيش حاجه. خاصه ان شير الحاجه هنا من جنبي فيه صعوبه شويه، هبقى احكي لكم ليه بعد كده. الحاجه موجوده بس انا بقى احكي لكم ليه، يعني بتبقى صعبه شويه. هنا خلاص انا حطيت الشعريه. الشعرية انا ما بستخدمش منها كتير لان كمية الرز برضو اللي بعملها بتبقى قليلة. وهنا كمان البطرمانات دي بتساعدك في ان انت ما تهدريش الحاجة، بتعملي على قد استعمالك، خاصة لو اهل بيتك ما بيحبوش ياكلوا اكل بايت. وبتعملي حاجة بتاعت وقتها وخلاص، سواء كانت رز او مكرونة او حتى شوربة لسان العصفور. طبعا هنا برضو انا هفضي اكياس لسان العصفور. انا عايزه اقول لكم لسان العصفور تكاته بقى في ناس كتير جدا بتعمله حلو قوي، وفي ناس بتعمله مع شوربه الخضار. يعني بتبقى مقطعه فيه بطاطس وبتبقى حاطه فيه جزر. في ناس بتعمله بالكبد والقوانص. انا بصراحه بحب اعمله كده ساده لوحده كشوربه لسان عصفور. طبعا في ناس بتقول انا ما بحبش اعمله عشان بيشرب الشوربه بتاعته. لا اله الا الله، طبعا دي وقت اقامه الصلاه. لسان العصفور يعني بخليه يغلي غلوة واحدة بس، او يعني غلوتين بالكتير، وبروح طافية عليه. بيفضل بقى مش بينفش، وفي نفس الوقت بيفضل الشوربة نفسها فيها مية، فيها شوربة، ومش بينشي. بحيث ان انتي ساعة مثلا ما تيجي بقى خلاص، بس ايه، لو انتي هتغرفي على طول الحركة دي بتلاقيه بيقرش تحت لسانك وما بتلاقيهوش كويس. لكن مثلا تكوني قبل ما هتاكلي كده ب10 دقايق تقفلي عليه، هو بيستوي من السخونية بتاع الشوربة وبيبقى جميل جدا. هنا الرز ده يا جماعة انا جايباه، يعني مش بالكيلو كده، لا، انا كنت شارياه مع والدتي واسماه شكارة واسمنها يعني. اللي هو الرز اللي بيبقى عليه زيت، طبعا نضيف جدا، مفيهوش ولا طوب ولا حشو ولا رمل ولا اي حاجه. يعني ممكن كمان تعمليه كده بدون ما تغسليه، بيبقى مفلفل وحلو جدا لانه اصلا نضيف. ده كيلو، انا ما بعملش الكيلو مره واحده، ما بستخدموش كله. فبالتالي البطرمان هنا يعني ده كيلو، ما ملاش البطرمان دوت. فممكن تمليه ياخد بتاع كيلو ونص. هفضي فيه نص كيلو كمان، والنص التاني هسيبه في الكيس استخدمه هو الاول، وفي البطرمان مقفول مش هيتكب ولا حاجة. برضو بيعرفك انتي قربتي تخلصي الحاجة ولا لأ عندك. بتقدري من خلال مترتبة ومتخزنة ومحطوطة عندك، هتحسبيها على الرخامة ماشي، هتحطيها في أدراج عندك برضو كويس، بتنظم لك المطبخ وبتوفر معاكي كتير أوي، وبتعلمك واحدة واحدة ان انتي ما تهدريش في الحاجة وترمي منها. لان بتيجي عليكي اوقات بتتزنقي، كلنا بيجي علينا اوقات بنبقى مزنوقين في اخر الشهر معناش نشتري. فكل حاجة بتنفع، مفيش حاجة ما بتنفعش. انا هنا كده خلاص عبيت البطرمانات. طبعا وقت ان انت تنظمي حاجة الشهر ده مفيش احسن منه ان انت تستغليه في الاستغفار والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. انا عندي طقم توابل، الغطيان بتاعته والقعده بتاعته كان عباره عن 3 كده، كنت شارياه من زمان، مش مع ده، تحس ان هو طقم مع دوت
نفس اللون النحاسي دوت بتاع الغطا، هو نفس اللون طقم التوابل، فيبقى شكل حلو مع بعض لو اتحطوا طقم. بس انا حاليا مش بستخدمه يعني. هنا بقى انا كنت جايبه، دايما احيانا بنجيب القوطه اللي هي دلوقتي غاليه، بنجيبها وبتبقى جهرة. يعني ايه جهرة؟ ممكن تبقى مثلا القطة مش حمرا قوي، فانا بشتري الشطة دي اللي هي الفلفل اللي هو ما بيبقاش بيحرق، الفلفل الاحمر بيتنشف ويتعمل كده وما بيبقاش بيحرق. اسمها شطة لون، بتجيبها من عند العطار بتاع العطارة دول. حبة انا كنت جايباهم ب10 جنيه، بفضيهم من هنا، سهل بقى تاخدي بالمعلقة احسن مثلا ما يفضلوا في الكيس. ده برطمان عادي كان بتاع شوكولاتة وحاجات من اللي بتتباع في المحلات دي، تغسليه وتعقميه وتنضفيه كويس وتستغليه. إيه، احسن من الحاجة ما تفضل في الكيس. انا عندي طقم التوابل الصيني وعندي طقم اللي هو الازاز، بس بلاقي استخدام البطرمانات دي اسهل بكتير قوي. يعني انا مش بستخدمها يا جماعة عشان ما عنديش، لا عندي لطقم، بس الصيني سهل وارد يقع منك. في الشنكل بيقعد يغلبك على ما تعمليه. فالشطة دي على فكرة بتدي لون حلو قوي، خاصة في المكرونات، في لما تكوني بتعملي صلصة مكرونة. بس انا عملتها بقى في منها يا جماعة مهما تحطي ما يحرقش، وفي منها بيدي لسعة كده. باكيتة الشاي دي 250 جرام. انا اول مرة بصراحة يعني اني استخدمها. انا بجيب اللي هي العبوات الصغيرة وافضيها في، ده كان برطمان مربى، وافضي مثلا العبوة الصغيرة واسيبها، وما تخلص احط غيرها. لكن المرة دي قلت اما اجيب دي ب23 جنيه، احنا في اول الشهر اهو، هستخدم منها واشوف هتفضل معايا قد ايه، هتقعد الشهر كله ولا هتخلص قبل الشهر، ولا هيفضل منها، هشوفها فعلا موفرة ولا الباكيتات افضل. عامة يعني هو انا وجوزي بس اللي بنشرب شاي، بس بنشرب شاي كتير يعني. بصوا، انا بحط هنا وقلبي وماسكه قلبي بايدي ليه بقى؟ عشان انا لما بستخدم البطرمانات الازاز وبتقع تتكسر، كل الحاجه اللي فيها بتبوظ وتتهدر وتلميها بالجاروف وترميها. فربنا يستر بقى والايه، والكميه دي تعدي على خير من غير البطرمان ما يفلت من ايد حد ويتكسر. هنا طبعا دي هقفله كويس، وفي نفس الوقت عشان ما احطوش في التربو ويلقط مثلا من بواقي التوابل، اكياس التوابل اللي باقيه. ما انا بحط التوابل برضو في الملاحات بتاعه الطقم، واللي بيفضل بحطه في اكياس. ده بربطه برضو في كيس كده، واحطه في درج من ادراج التربو. وقت ما تخلص اللي في البطرمان بنعيد استخدامه مرة تانية. وهشوف احنا ده عاملينه في اول يوم اهو في شهر 12، واشوف هيبقى هتكفي الشهر ولا الباكيتات التانية اوفر. انا كده خلاص عملت دول. دي بقى كنت جايبه علبه يا جماعه، مش جايباها المره دي، انا كنت جايباها من حوالي 15 يوم. وبصراحه يعني ناس كتير بتحذرني منها وبتحذرني من استخدامها، وانا سمعت عن مخاطرها كتير، بس للاسف انا خدت على طعمها في الاكل. يعني مثلا احب احطها مع اي صلصه بتتسبك مع حبه سكر صغيرين بيعدلوا طعم الطماطم، حتى لو كانت آه، يعني مثلا زعقه او حاجه. انا عايزه اتفرج على فيديوهات واشوف خبرات من ناس بيعملوها في البيت بشكل صحي، لان انا من مستخدميها يعني. انا هنا ممكن ايه ارصها في العلبه دي. طبعا عايزه تقصيها عشان تبقى استخدام كل واحده بواحده براحتك، عايزه تحطيها كده وتطلعي الواحده واحطها في درج التربو، ولما تخلص اطلع غيرها. بس ميزتها هي برضو لما بحطهم كده بالعلبه بتاعتهم، العلبه بتتكسر بتتقطع، اللي هي العلبه الورق، الباكيتة الورق. لما بحطهم كده بيتوهوا، واقعد ادور واقلب واشيل واحط. اما في العلبة دي بصراحة بتحفظهم، وبتعرفي برضو لما تيجي تستخدمي وتاخدي منها بتعرفي اذا كنتي قربتي تخلصي محتاجة منها تاني ولا لأ. بحطها برضو من الاستخدامات اللي بستخدمها فيها، بحطها مع شوربة اللحمة، تتقلها شوية وتدسمها عشان تدي طعم في الاكل. انا خلاص كده خلصت تقريبا الحاجات دي. ده بقى كيلو لحمة مفروم. كيلو اللحمة دوت. انا كان عندي لما بجيب لحمة من الجزار، وطبعا احنا عندنا هنا ما بيبيعوش اللحمة مشفية، بتروحي تقطعي قطعية لحمة بيروح حاطط لك فيها دهن، حتة دهنية قد كده. طبعا لو انا حطيتها اتسلقت وما بتتاكلش وبتترمي، فبشيلها في كيس في الفريزر. وساعة مثلا ما افرم لحمة الكبة عندي بايظة، الاول كنت بفرمها مع اللحم، دلوقتي ببشرها، بشرتها قدامكم كده ناعمة وحلوة. ودي دهون يا جماعة، يعني حتى مش هتبقى مكلكعة في اللحمة ولا حاجة، ده مع سخونية النار اللي انتي بتستخدميها بتسيح.
فانا كيلو اللحمه دوت هفضيه قدامكم. والله ممكن بقى يعني ايه، انا مش هستخدمه كل استخدام واحد لان احنا عدد افراد اسرتنا صغير. إيه، هقسمه على إيه، اتنين. هحط طبعا معاه الدهن دوت. إيه، وتقسميه بقى، ممكن تعملي منه، انا ناوية اعمل منه جزء حواوشي، والجزء التاني سهل قوي ان انتي تحطيه في الفريزر. مش هعصجه ولا اعمله اي حاجه لان انا ما قررتش انا هستخدمه في ايه. لو انتي ناويه هتستخدميه في مكرونه ممكن تعصجيه وتبرديه وتشيليه في كيس متعصج وقت ان هو ينجز معاكي متاخر. زي حالاتي كده، انا برجع من الشغل متاخر، فبالتالي ببقى احيانا مزنوقه، فلازم تبقى الاكلات معظمها جاهز. آه، انا طبعا هعجن وارجع لكم، عشان في ناس ما بتحبش تشوف شكل العجن كده في اللحمه. بس لازم ايه، ادخل الدهن ده كويس. انا هنا عجنتها وقسمتها، خليت الجزء اللي انا هستخدمه النهارده اللي هو في الطبق، والجزء التاني حطيته في كيس. الاكياس النايلون اللي هي حجم صغير وحجم متوسط وحجم كبير دايما تخليها عندك، عشان الاستخدامات، عشان التفريزات، عشان لو فاض منك حاجة تبقى الأكياس نظيفة وسهلة الاستخدام. هنا أنا هسيب الجزء دوت بقى. والله بقى ممكن اعصج نعمل منه لو انت جاي لك ضيوف ولا حاجه وتعملي صينيه مكرونه كبيره، فهو ده يدوب كويس. إيه، هنعمله بس العدد افراد اسرتنا كده، انا وزوجي واولادي، فممكن نعمله صينيه كفته تبقى حلوه. إيه، هنا برضو كنت جايبه حوالي كيلو وربع بانيه. بصوا يعني هو ليه بقول كده، لان هو يعني انا خليه من فرختين، فمش عارفه ميزانه بالظبط، بس هو بالشكل كده يعني كيلو او يزيد شويه عن الكيلو، كيلو وربع. عملت ايه بقى؟ طبعا خليت منه اللي هو الجزء اللي هو عامله بانيه صافي، والجزء التاني قطعت مكعبات صغيرة، وخدت منها على فكرة جزء من اللحمة ده وحطيتهم في كيس وعصجهم وعمل بهم في يوم صينية مكرونة ان شاء الله. والجزء التاني اللي هو جاي متقطع، يعني متقطع بالطول او مفرفت او كده، ده بنعمله اصابع دجاج. برضو في اي يوم كده جنب اي اكل، جنب حبة بطاطس محمرين، جنب شوية مكرونة بالصلصة، برضو بعمل الطبق على قد كده، على قد الاكل. وهو يوم بيعدي. يعني مثلا مش كل الايام بنعمل لحوم، مش كل الايام بنعمل طبيخ، لكن او لما تبقى الحاجة جاهزة في البيت، حد طب عليكي، ولادك محتاجين تجديد تغيير، الحاجة بتاعتك بتبقى موجودة وجاهزة. انا هنا جبت بصلتين وثلاث فصوص توم. وطبعا هتحطي حبة ملح، وهتحطي بقى التوابل بقى اللي انت بتحبي تحطيها في تتبيلة البانيه زي ما تحبي. انا مش بحط زيادة عن الفلفل والكمون ومكعب مرق وايه. انا هنا حتى حبة الفلفل دول اخر حاجة، لسه بقى هطحن واحط في ال في الملاحات. طبعا هنا حبة ملح برضو، ما تكتريش ملح طالما حاطه مكعب مرق، عشان ما يحدقش منك. البانيه لما بيحدق ما بيبقاش كويس، وهم مش هيرضوا ياكلوه، فخسارة. إيه، هنا بقى بحط حبة مية قليلين. ليه؟ عشان انا مش عايزة التتبيلة تبقى سايلة، انا عايزة التتبيلة عايزاها انتي متجانسة خالص او جلسة كده مع نفسها. اعمليها بالمبشرة. عايزاها يعني ها تبقى كويسة، حطي حبة مية قليلين كده في الخلاط مع البصلتين وثلاث فصوص توم وشوية التوابل بتوعك، وحطي التتبيلة، حطيهم كلهم على البانيه. طبعا انا عملت الحاجات دي وحطيتها، بس طبعا عشان وقت الفيديو ما يطولش اكتر من كده، قسمتهم بقى. دي اكلة البانيه اللي هتعمليها، وتعملي جنبها مثلا مكرونة سباكيتي، اي نوع مكرونة، رز، سلطة اللي انت حباه، رز، سمك. ممكن تعملي الرز الصيادية ده جنبها عادي، مش شرط مع السمك بس. والتانية اللي هي الاصابع. وهنا بقى دول حبة اللي عملتهم مكعبات، دول بيعملوا لي الصينية الصغيرة، صينية الفرن الصغيرة. بتعمليها مكرونة تتاكل في وقتها. لو باتت تاني يوم يا جماعة انا ما بحبهاش، فما بكترش منها طالما مش جايلك حد ومش في عزومة. كده خلاص معظم الحاجات خلصت. كان عندي بقى كرومبتين، وهم يعني دول ساعة وانا بصور لكم دلوقتي كده، ده كانوا موجودين من امبارح. فانا بحب اعمل الكرومب صبح، بس للاسف انا كنا واكلين عند والدتي كرومب، فمش عايزه كرومب ورا كرومب كده على طول، يعني محشي ورا محشي. فقلت ايه، طيب انا هسلقهم واحطهم في الفريزر. طب انا عايزه اعمل منهم مره وهم صابحين كده من غير ما يكونوا متفرزين.
فقلت بقى اسلم حل لما يتشالوا في التلاجة حتى لو قعدوا اسبوع كامل في التلاجة، ومش هتعمليهم دلوقتي او على يوم الجمعة او على بداية الاسبوع الجاي، ساعة ما بتغلفيهم كده بورقة استرتش وبتحطيهم، بتحافظ عليهم من ان هما التلاجة درجة البرودة تسلقهم او تخليهم بايظين. لا، الاسترتش ده بيحافظ عليهم. وعندك خس تعمليه بالطريقة ديت، عندك بصل اخضر تلفيه برضو بالاسترتش، وتحطي معاه حاجة معدن بتسحب الرطوبة وبتحافظ لك على الحاجة ما بتبوظش. ممكن تعملي كده مع الليمون، ممكن تعملي كده مع الخيار، يعني حاجات كتيرة قوي. فانا هنا بغلفهم بالاسترتش كويس، وعشان ما يدخلهم لهمش رطوبة او برودة من التلاجة، وتحطي في التلاجة ما بيجرالوش اي حاجة خالص. دي مش هقدر اقول ان هي اكلات الشهر. طبعا انا هنا هجيب لكم دي متغلفة على طول عشان معركتي معاها بقى وانا بغلفها، ما ملكوش انتوا دعوة بيها. دي ما اقدرش اقول عليهم ان هم اكلات الشهر، بس اقدر اقول لكم مع تنويع الاكل، وان انت مثلا يوم تقضيها آه، بيض مسلوق على بطاطس محمرة، ويوم تقضيها حواوشي، يوم تقضيها بانيه، يوم تقضيها محشي. فبالتالي انت ممكن دول يقضوني اكلات او تجهيز.